بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله اول يوم رمضان. مع الفيديو ده انا مصوراه من يوم 15 شعبان، بس طبعا الواحد انشغل ضغط دخلت رمضان كده، بيبقى بقى الشغل، اشغال الشقة المؤبدة بتاعت البيت دي اللي ما بتخلص. المهم فانشغلت وكسلت انزل منتج الفيديو. يلا مش مشكله، احنا لسه قدامنا 29 يوم نقدر نعمل فيهم الفول. المهم انا النهارده حبيت اعمل الفول، اوفر كده شويه واساعدكم. بصراحه انا حسبتها لقيتها تستاهل عمايل البيت بصراحه. شوفوا بقى معايا، ده 1.5 كيلو من الفول اللي بقشره، حبه كبيره، بيبقى ابيض وبيبقى قلبه جميل وبيبقى حلو جدا وبيستوي بسرعه وقشرته ما بتبقاش جامده. ده احلى نوع ممكن تدمسيه. وعندي كمان يبقى انا اخدت 1.5 كيلو فول من بقشره، واللي جاي في المشهد الجاي شوفوا معايا. ادي هناخده نغسله وننقعه كويس جدا. اتنقع حوالي 12 ساعة، 12 ل 14 ساعة. انا اليوم ده كنت صايمة وكنت مستعجل يعني مشغولة، فورايا حاجات كتيرة طبعا، فخلصت الحاجات وافتكرت بقى اعلق على الفول. علقت عليه بعد 14 ساعة تقريبا. ادي شوفوا بقى بعد ما اتنقع كانت الحلة فيها قد ايه. لو لاحظتوا الفيديو من القبل لما المشهد اللي قبل كده، لو رجعتوا الفيديو كده هتشوفوا كانت قد ايه وبقى قد ايه الحلة اتملت. طبعا دي ما ينفعش اسوي فيها الفول عشان حصلت معايا قبل كده، ويمكن فيديو في اول القناة تلاقوه. لازم اسوي الفول في حاجة تسع الحاجة. لسه هحط خضار ولسه فول مدشوش ولسه عدس وشغلانة، 1.25 كيلو لسه يتضاف غير الخضار. شوفوا بقى الخضار اللي انا هحطه. هحط جزرية مبشورة، هحط قرن فلفل كبير. احسبوها في قرن فلفل كبير، دي ملكوش دعوة باللي انتوا شايفينه ده، هي انا بقول لكم كده الكمية بالظبط. قرن فلفل حلو كده قد كف ايدي كده، مليان كده، مالي ايدي كده. وجزرايه مبشوره وطماطمايه مبشوره كبيره، طماطمتين صغيرين او طماطمايه كبيره. وعندي حوالي معلقه ده توم بلدي، يعني حوالي راس توم، نص راس توم بلدي كده، حب صغير، يعني حوالي 5 فصوص توم كبير. وعندي هنا نص كيلو فول اللي هو مدشوش متقشر منشال منه القشره، وبغسله وممكن انقعه ساعه بس. وعندي بقى انا قطعت الخضار وهحط كله على بعضه، شقلب واقلب بقى على بعضه كده ونشوف هنعمل ايه. ادي الفول بقى كده، حطيت الفول المدشوش على الفول العادي اللي هو بقشره، وحط الخضار، حطيت الخضار، فضي الخضار بسرعه بسرعه بسرعه. يلا الفيديو عايزين نخلص، مش فاضيين ورانا طبيخ. شوفوا معايا بقى كده الفيديو، يا رب يعجبكم كده. اتمنى تعملوا الطريقه دي، وهقول لك شويه نصايح تركات بسيطه كده في عمايل الفول. اول حاجه، الفول تقريبا بياخد 4 ساعات مش اقل من كده. انا في اليوم ده صراحه عملته على مرحلتين، لان انا كان عندي درس ورحت تجويد ورحت الدرس الاول. المهم ندلق الميه، نحط الميه، نغطي الفول كويس جدا ونسيبه على النار. وبعد كده نحط كمان مكون مهم جدا، ده اللي هيخلي الفول لونه فاتح والقشره تدوب. ده زي ما انتم شايفين، ده خل ابيض، اخدت حوالي 2 معلقتين كبار مليانين. الكيلو بياخد معلقه كبيره مليانه، بس هو بقى يلا مش مشكله بقى. فضى مننا، كنت كل ده مستعجله ومتلهوجه وكذا حاجه على البوتاجاز. انا اصلا شلت الصوت لان كان في حاجات على النار وصوت البوتاجاز كان مزعج شويه، مش عارفه صوته بيعمل كده ليه. 2 معلقتين كبار من الخل الابيض، غطي وسيبيه يغلي. اول ما يغلي كده يقلب كويس، في نص المسافه كده هنحط بقى المكون التاني اللي هو العدس الاصفر. العدس الاصفر والفول المدشوش مهمين جدا. ليه؟ علشان دول اللي ما بيخلوليش الفول مميي. يعني ايه مميي؟ يعني القوام بتاعه كده ميه. لا تقولي حطي دقيق، الناس بتوع المحلات اساسا بيغشوا في الحاجات دي، بيدوبوا ميه على دقيق او نشا على ميه ويحطوا، وتقولي الله ده فول ولافف وتخين وكده، وتلاقيه ميه، وتلاقيه ما فيهوش فول. فين الفول يا جدعان؟ ادي معلقه كبيره من الكركم،
كركم، ممكن تحطي بابريكا كمان لو انت عايزة، بس الافضل انا بحط كركم بس، كركم متدوب كويس جدا. دوبنا معلقة كبيرة من الكركم، عمالين بقى نحط بقى الحاجات. الكركم ده هيخلي لونه بقى كهرمان كده، اللون الاصفر الكهرمان بتاع الفول الحلو ده هتشوفوا في اخر الفيديو تحفة بصراحة. وشوفوا المية اصلا شكلها عامل ازاي. بفضي بقى كده الكركم كده في المية المغلية، واسيبه كده واقلبه كويس واسيبه كده بقى فيها، وهيعمل بقى يدي لون حلو جدا للفول. وكده خلاص ادي ايه، يعتبر كده حطينا جميع المكونات الاساسية. ناقص لنا حاجة؟ مش ناقص حاجة. الفول ده بقى ممكن لو كمية المية هو بيحتاج تزود مرة واحدة بس، مش عارفة انا مصورتش الخطوة دي ليه، طبعا لاني كنت مشغولة وزي ما قلت لكم، وتحضير فطار ومعلقة الفول، وعايزة اروح بعد العصر على طول. صليت العصر ومشيت وطفيت البوتاجاز وجيت بقى علقت عليه بعدها. طبعا الحاجات دي نسيت اصورها. هو زي ما قلت لكم بياخد 4 ساعات، مفيش حاجة بتتحط غير شوية مية بيتغلوا، بيتزود كده لما الفول ميته بتنشف مرة واحدة. شوفوا بقى منظر الفول، مفيش مية خالص نهائي. انا الفول طبعا اتأخرت لاني جيت من الدرس من قرب المغرب، ففضل بقى علقت عليه شوية كمل سواه. ولما استوى قمت جايه بقى معبيه في الاكياس زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله. عدوا معايا واحد، اما اشوف كده انا عدلكوا كده الاكياس كده نعدوا مع بعض. يلا عدوا معايا، يلا شوفوا قد ايه الكيس ده. ما شاء الله ما فيهوش ميه، فول صافي جدا جدا، بروتين 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 مشبع ومفيد، ما فيهوش ميه. يعني هتحطي له بقى انت تزوديه ميه، وتزودي الاضافات بتاعتك، طحينه، زيت زيتون، ممكن فلفل على طماطم، ممكن توم بطماطم، ممكن زي ما انت بتحبي تاكلي الفول ازاي. هنبقى نعمل مع بعض شويه اطباق بقى من الفول الجميل ده، كل مره نغير فيه. اهو الفول اهوت لحد اخر كيس زي الفل اهو. شوفوا ما شاء الله شكل الفول اهو، شايفين منظر الكيس اصلا اللون فاتح ازاي وروعه. شيلت بقى في الفريزر وزنقت. دي بقى الصينيه بتاعتنا الدقدقة القديمة بتاعتنا دي اللي بقالها سنين عندنا. عملنا بقى بيها ايه، شوفوا ما شاء الله كمية الفول قد الاكياس قد ايه، والحجم بتاعها قد ايه. عملنا كمية محترمة كده تكفينا الشهر كله، مش هنحتاج نعمل فول بقى بقية الشهر ان شاء الله. يكفي مثلا أسرة، الكيس ده يكفي أسرة سحور. طبعا انتوا بقى بتتسحروا فول لوحده، ممكن يكفي لو هتعملي لو انت عاملة نظام دايت مثلا وهتاكلي فول لوحده ممكن يكفيكي كذا يوم. لو انت بتاكلي بقى مع منوع برضو انت واولادك مثلا يكفي أسرة مكونة من 6 اشخاص بقى مع الجبنة مع الحاجات التانية، وهيفيد بصراحة، هيقضي كتير بصراحة. تحفة. شوفوا بتك عليه بايدي بيدوب، شوفي لو تكيتي بايدك بصي بيدوب خالص خالص. معلش على المنظر ده، بس ده مجرد بس علشان تعرفي ان الفول ده تحفة تحفة تحفة. شوفوا شايفين شكله في الصينية شكله ايه. ده كمان اللي هو بيبقى فيه ايه، المية اللي بيبقى باقي في القاع الحلة بتاعتنا، شكله ما شاء الله. شوفوا شايفين الشفاف، شايفين كده الجيلاتين، طبقة الجيلاتينية اللي باينة في الماء. يعني بدل ما كانت بتبقى مية، انا عاملة فيديو قبل كده فول بطريقة تانية برضو، هبقى انزله لكم برضو بعد ده فارق برضو. هو نفس الفول برضو كان طعمه حلو، بس كان ايه الكمية قليلة فما كانش مظبوط زي ده بقى انا مدياله حقه في كل حاجة ما شاء الله. شوف كمية قد ايه، حوالي 16 كيس 17 كيس في الحدود. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.